السلام عليكم الزلفي اللون، معكم جميلة كوك شانيل. جيتكم بوصفة تاع طاخت بوم، طاخت بزاف بنينة. شوفوا تجي افيك اون باز كروستيون، تحبوا ديروها بلا بات فويتي ولا بلا بات بريزي، يعني ليسونسيال نحب تجي هكا ان كوش فين كيما راكم تشوفوا. ودرتها بالتفاح يجي بين الاحمر والاخضر، لي بوم بيكولور. فريمون تجي حاجة شابة. اول حاجه مع صباح ربي رحت فوت على فين صغير، ومن بعد رحت الكوتي تاع لي فخوي نحوس على التفاح. هنا في الاول لقيت هذاك التفاح الاصفر، ما حبيتش نخدمه بهذاك التفاح. فوالا هذايا حبيت هذاك تاع اللي يجي لي بوم بيكولور، عنده بزاف بلوس دو بارفان، يجي ثاني كروكون، يجي ثاني بلو بيل في لا كولور كي ديره في لي تارت. فوالا هذا هو اكزاكتومون. دونك ندي هذايا، وبهذا نخدم كومبوت دو بوم ونزيد نزين به لا تارت. و دو بريفيرونس باش تجيكم لا باتيسري بيان شابه و بيان ريوسي لازم تستعملوا لي فخوي يكونوا جدد. هيا بسم الله، دخلت للدار، غسلت لي بوم ومسحتهم باش نخدموا بها كومبوت دو بوم. نسبقوا بها هي الاولى باسكو نحتاجها بارده. هنا نستعملوا الكميه على حسب لو مول تاعكم، يعني شحال يدي. هنا عندي 2 حبات، يعني هاد لو مول داني 2 حبات. وهذاك التفاح قطعته وزدت له مغرفه ولا 2 مغارف تاع السكر، وزدت له شويه نص عصره قارص ونص كاس ماء، حطيتهم يغليو حتى يطيب. ومن بعد ميم طون نوجد نص مغرفه تاع مايزينا وربع كاس ماء، نخلطهم مليح وحنزيدهم على هذوك التفاح اللي طيبناه. نحركوها هكا مليح غابيدمون كوم اون كريم باتيسير حتى تجمد هذيك لا مايزينا، وتحصلوا على هذا الخليط. ومن بعد نعقبوه على الميكسور، ميكسيوه بيان. بعد تحصلوا على اون كومبوت تكون شويه هكا ثقيله كوم اون بوغي. زدت له ثاني شويه لافاني، هي اللي عطات لها هاد لا كولور وتجي هكا بلا هاد لا تيكستور. شوفوا هنايا راهي سخونه بصح كي تبرد تشد روحها. عندي هنايا لا بات فويتي، هذه صراحه انا شريتها. وشنو تحبوا الوصفه راهي حطيتها ديجا في لا فيديو تاع عجينه المورقه. حطيت لا بات تاعي داخل لو فون تاع لو مول، ومن بعد حطيتها في الكونجيلاتور واحد 15 دقيقه. ومن بعد نحي الكارت هكا، تنحل الكارت هذاك فاسيلمون، ونحي هذيك الزياده تاع لي بوردور. وهذه لا تارت بوم ما نحبهاش كي تجي عاليه، نحبها تجي رقيقه باسكو فريمون معمره غير بكومبوت، وتفاح يكون تاني دي ترونش يكونوا فين. دونك نحيو كاع هاد الزياده. وهذوك لي شوت بيان سور ما نرميوهمش، يعني في الكوزينه ما كاش حاجه طرمه. ليسونسيال انا حنيطاليها هكايا كيما راهي، لميتها ومن بعد نحطها في الوسط باسكو بانت لي العجينه هذه بزاف رقيقه. نتقبها لازم، ومن بعد نرجع لها هذاك لو بابي تاعها ولا بابي كويسون، ونزيد عليها السنيوه. هنايا حبيتها طيب لي كيما الميلفوي، يعني ما حبيتهاش تطلع، حبيتها انكوش فين وتجي كروستيونت. نحطها 180 درجه طيب. دوكا نروحو نوجدو لي ترونش هذوك اللي يجيو من الفوق. انايا نقي التفاح بهذه الطريقه، نحيو اللوب تاعها، نزيد نحيو لي زيكستريميتي، ومن بعد نقطعوهم هكا دي ترونش. فريمون لازم يكونوا فين، دي بريفيرونس الموس تاعكم لازم يكون ماضي، و بليس يكون تاني الموس تاعو رقيق، يعني لا لام تاعو تكون رقيقه. وبعد ما تقطعوهم خليهم هكا اونبيلي فوق بعضهم، يعني خليهم هكاك متلاصقين، ما تقسموهمش ولا ما تفرقوهمش. ونزيد عليهم شويه ماء مع جو سيترون. لاباط تاعي بعد 15 دقيقه هذه هي النتيجه تاعها، يعني طيبتها نص طياب دومي كويسون، ما طيبتهاش 100%. ومن بعد نصب عليها هذيك الكومبوت. كما تعرفوا لاباط فويتي باش تجيكم فريمون شابه في الطياب تاعها. كي نديروا هادو لي فوغاج لازم يكونوا شويه ناشفين، يعني ما يكونوش بزاف فيهم ليكيد. سي بورسا درت المايزينا مع التفاح باش تجيني هكايا عاقده شويه. ومن بعد نبدا هنايا نستف هذوك لي ترونش تاع التفاح كيما قلت لكم. شغل ترفدوها هكايا دي بيل كيما راكم تشوفوا، يعني ما تفرقوهمش. ترفدي هكا بيله بيله وتحطيهم تست فيهم باش تجيك هاد لا فورم تاع الورده، ما تجيش واحده كبيره واحده صغيره، باش يجيو كاع كيف كيف.
هي اون فوا تكملي لا بروميير رونجي خلاص تما حتتبعي هكاك، تتبعي وحدها انت سقمي لا بروميير رونجي، بعد الاخرين يتبعوا وحدهم حتى توصلي للوسط. هنايا في الوسط باش تجيني هذاك الشكل تاع الورده تفاح، هذوما لي طرونش حطيتهم في الماء سخون شويه برك واحد 1 مينوت باش يجيوني هكايا طريين، وباش كي ندورهم ولا نلفهم هكايا ما يتكسروش. تعرفوا التفاح لي كروكون دونك لازم نديروه في الماء سخون باش كي نلويه ما يتكسرش، ونحطوها هكا ديريكتومون في الوسط على شكل ورده. وهذه الحبه الاخرانيه فوالا شفتوا كيفاش نلمها هكا ولا ندورها ما تكسرش. فوالا نحطوها هكا في الوسط. اي فوالا كملنا مع التفاح. هذه هي النتيجه. دركا واش نروحو نديرو لها ان باج من الفوق. درت مغرفه ولا 2 مغارف تاع السكر الحلاوه كيما تحبوا نتوما، هي ولا عندكم سكرو دو فيرونس ديروا سكرو مع شويه ماء ومع مغرفه تاع الزبده، حطوهم فوق النار واحد 2 مينوت جوست يذوب السكر، ومن بعد نديرو ان باج بهاد الخليط نحطوه من الفوق تاع لا تارت باش تجينا هكاك كراميليزي، تجي بريون، تجي لاكي، يعني يجي كما شفتوها في بدايه الفيديو. كما تقدروا تزيدوا لها ثاني رشه تاع لا كانيل او شوا. دخلتها في الكوشه على 200 دوغري 20 مينوت شعلت من تحت و10 دقائق من الفوق. شوفوا النتيجه كيفاش جات، يعني اونتو نص ساعه جات ما شاء الله، جات مانيفيك. على فان زدت درت لها شويه ان باج ولا ان غلاساج ميغوار، واش عندكم المهم حاجه تبريي. انا صراحه درت لها هذاك لو ميم غلاساج اللي ذوبته مقبله السكر مع الزبده. فوالا هذه هي النتيجه تاعها. خليوها تبرد يعني اوفري 1 اور او مينيموم، بعد ما تبرد قصوها وجات ما شاء الله ريحه تاع الزبده والتفاح ان اكسيلونغو. ان شاء الله عجبتكم الوصفه، نشكركم على المشاهده، وفي وصفات واحده اخرى ان شاء الله.